السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا سنة تانية؟ النهاردة بإذن الله احنا هنبدأ الجزء الثاني لشرح درسنا الصناعة والتجارة. لكن مبدئيا قبل بداية شرحنا للدرس بتمنى ان انت تكون مشترك في القناة ومفعل جرس الاشعارات للكل، زائد ان انت تضغط لايك صغير للفيديو ده. بالنسبة للتجارة في الوطن العربي يا سنة تانية، التجارة في العموم هي عبارة عن عملية بيع وشراء، ولكن التجارة في اي مكان هي عبارة عن الصادرات والواردات. طب بالنسبة للتجارة في الوطن العربي، ايه الصادرات العربية وايه هي الواردات العربية؟ بالنسبة للصادرات العربية يعني كل السلع والمنتجات والخدمات اللي بنبيعها احنا كدول عربية للدول التانية. طب احنا بنبيع ايه وايه السلع بتاعتنا اللي احنا ممكن نصدرها برا؟ زي البترول والغاز الطبيعي والفوسفات والمحاصيل الزراعية زي الخضروات والفاكهة والأرز، زائد كمان الأسماك والأدوية والمنسوجات والأسمنت والصمغ العربي، زائد كمان الأدوات الكهربائية. طب بالنسبة للواردات احنا بنستورد ايه؟ الواردات هي السلع والمنتجات والخدمات اللي احنا بنشتريها من الدول الأخرى، زي مستلزمات إنتاج الآلات ومعدات النقل الثقيلة، زي المواد الغذائية زي القمح والزيوت، زي الأدوية والعطور والملابس، زي الطائرات والسفن والسيارات، وكمان كل الإلكترونيات زي أجهزة الكمبيوتر. فدي كلها الصادرات والواردات اللي بتمثل التجارة في الوطن العربي. وده رسم بعيني سنة تانية بيوضح الواردات العربية من الخارج، يعني اللي بتستورده الدول العربية من الدول التانية الأجنبية، وكمان بيوضح الواردات العربية البينية، يعني اللي بتتم ما بين دولة عربية وأخرى. وطبعا الفرق واضح ما بين الواردات اللي بتيجي من بره وبين الواردات اللي بتتم ما بين الدول العربية، وده طبعا لأن الواردات الخارجية بتكون مرتفعة جدا، واللي بتجي معظمها من دول الاتحاد الأوروبي واليابان والولايات المتحدة الأمريكية والصين. أما بالنسبة للواردات العربية اللي بتتم بين دول عربية وبعضها فدي منخفضة للغاية، ومش أكتر من 12% لو هنقارنها ما بين جملة التجارة الخارجية العربية. وده بالرغم إن احنا موقعين اتفاقية منطقة التجارة الحرة الكبرى بين الدول العربية، واللي أدت في النهاية إلى أن بيتم خفض الجمارك اللي بيتم مفروضة على كل المنتجات اللي بيتم توردها ما بين دولة عربية وأخرى. في سؤال، اكتب المصطلح الجغرافي. اتفاقية وقعت بين الدول العربية أدت إلى خفض الجمارك. طبعا دي اتفاقية منطقة التجارة الحرة الكبرى بين الدول العربية. سؤال ممكن يطرح هنا سنة تانية بالنسبة للنقطة دي، ما النتائج المترتبة على توقيع اتفاقية منطقة التجارة الحرة الكبرى بين الدول العربية أدت إلى خفض الجمارك فيما بينها؟ طبعا احنا عايزين نعرف ايه سبب انخفاض التبادل التجاري ما بين الدول العربية وبعضها. ده بيرجع طبعا لعدة أسباب. أول سبب إن في تشابه في المنتجات الزراعية والصناعية في الدول العربية، يعني المنتجات اللي بتزرع في كل دولة عربية بتكون مشابهة للدولة التانية، فبحيث ما بيكونش فيه أي حاجة للتبادل، لأنه نفس المنتج اللي مزروع هنا أو بيتم صناعته هنا بيتم زراعته وصناعته في الدولة العربية التانية. 2. وجود مشكلات فنية وتعدد مواصفات المنتج الواحد في الدول العربية. مشكلات فنية بتخص المنتج نفسه دايما موجودة في كل المنتجات العربية. 3. وجود مشكلات إدارية تتعلق بالروتين وإجراءات النقل بين الدول العربية، يعني ما بيكونش فيه تسهيل في عمليات النقل للتجارة ما بين دولة عربية للتانية. 4. منافسة السلع الأجنبية للسلع العربية من حيث السعر والجودة، يعني لو هنقارن السلع اللي بتنتج من دولة عربية ما بين دولة أجنبية، طبعا الدولة الأجنبية بتنتج السلعة نفسها بأقل سعر وبأكتر جودة، ودي طبعا سبب من الأسباب اللي أدت إلى ضعف التجارة بين الدول العربية وبعضها. يسألك ما النتائج المترتبة على تشابه المنتجات الزراعية والصناعية في الدول العربية؟ ده طبعا أدى إلى ضعف التجارة بين الدول العربية وبعضها. سؤال هنا كمان، ما المشكلات التي تواجه التجارة العربية؟ طبعا هنذكر الأربع مشاكل أو 4 أسباب لضعف التجارة العربية. كل المشكلات اللي احنا ذكرناها اللي بتخص التجارة بين الدول العربية أثرت بالسلب على العلاقات التجارية العربية، وده اللي أدى إلى وجود للأسف تزايد ارتباط الدول العربية اقتصاديا بتجمعات اقتصادية
غير عربية. فهنا سؤالي، بما تفسر تزايد ارتباط الدول العربية اقتصاديا بتجمعات اقتصادية أخرى؟ طبعا هنذكر كل الأسباب أو كل المشكلات اللي ذكرناها في التجارة العربية. لوجود عدة مشكلات في التجارة بين الدول العربية بسبب تشابه المنتجات الزراعية والصناعية. 2 وجود مشكلة فنية وتعدد مواصفات المنتج الواحد. 3 وجود مشكلة إدارية تتعلق بالروتين وإجراءات النقل. 4 منافسة السلع الأجنبية للسلع العربية. وطبعا بما ان الصناعة والتجارة ركن اساسي جدا في الاقتصاد العربي، فالدول العربية حاولت ان هي تبذل جهود علشان تحل المشكلات دي، واللي منها الاهتمام بالتعليم ورفع مستوى الخريجين في كافة التخصصات، تجنب التكرار والتشابه بين المنتجات العربية، حرية تنقل الأفراد ورؤوس الأموال بين الدول العربية، التغلب على المشكلات الفنية والإدارية التي تعوق التبادل التجاري العربي.